بكرة مش يوم عادي، بكرة أهم 24 ساعة في السنة. لسانك بكرة مش هيبطل حاجة واحدة بس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ده أفضل الدعاء في اليوم ده، فخليها دايما على لسانك بقى وانت بتطبخي وانت في المواصلات وانت بتشتغل في أي وقت، عشان نقدر بقى بكرة نصوم بجد، مش بس نصوم عن الأكل والشرب، لأ نصوم بقلوبنا وعقولنا. لازم نشغل لساننا طول اليوم. بكرة يوم عرفة، وأنا جاية بقى أقترح عليكم كده شوية حاجات هتفرق معاكم جدا في اليوم ده. الأذكار هي الأساس يا جماعة اللي بيثبت رجلنا على طريق ربنا، فما بالكم بقى بأعظم يوم في السنة. بجد عايزاكم كمان ترموا الموبايلات كلها بكرة، إياكم وإزعاج السوشيال ميديا في اليوم ده. بلاش تخلوا الشيطان يجر رجليكم لخناقة أو بوست يعكنن عليكم أو حاجة تزهقكم وتتعبكم. افصلوا تماما وركزوا في اليوم ده. يا رب بكرة ربنا يدي كل واحد فيكم اللي بيتمناه، لا وكمان يديله فوق ما يتمنى، ويجبر بخاطركم جبر يتعجب منه أهل السماء والأرض. يا رب يفتح ليكم كل الأبواب المقفولة ويرزقكم بناس صالحة في طريقكم تسندكم وتساعدكم وتكون سبب في رزقكم، سواء بقى رزق المباني او رزق المعاني. رزق المباني اللي هو الفلوس والماديات والحاجات اللي احنا بنحبها دي، ورزق المعاني اللي هو الحب والراحة والستر والمودة. وأمانة عليكم افتكروني معاكم بدعوة حلوة بالعلم النافع، السكينة، الستر، بصيرة القلب، وإن ربنا يهديني للي بيحب ويرضاه، والابني والزوجي والأهلي، وربنا يتقبل منا ومنكم جميعا. كل سنة وانتم طيبين.